طيب عايزين نقول معلومة مهمة بعد السنة، عشان في ناس كتير بتكون ماشية على لبن صناعي. أول 6 شهور مرحلة أولى، تاني 6 شهور مرحلة تانية. أول ما بتيجي السنة وهم عارفين إن اللبن العادي البقري والجاموسي مسموح من بعد سنة، فبيفتكروا إن ده تصريح إن هم يبدأوا بقى يرضعوا الطفل لبن عادي بدل اللبن الصناعي. لا، لازم نقول إن اللبن العادي اللي هو اللبن البقري أو الجاموسي ما هوش بديل للرضاعة. انت لو انت فاكره ان انت بترضعي ابنك لبن عادي، انت كده فطمتيه وانت مش واخده بالك، وبتديله حاجه ما فيهاش غذاء خالص. واللبن العادي اللي هو اللبن البقري او الجاموسي، كل انواع اللبن اللي في السوق بقى، مش عايزين نقول اسامي منتجات يعني، مش مسموح لك اكتر من 500 مللي في اليوم، اللي هو تقريبا كوبايتين. خلاص. ولازم تعرف ان اللبن من الحاجات اللي بتقلل الشهيه عند الاطفال. يعني انت لو اديت الطفل كوبايه لبن الصبح، ما تدوريش على انه يفطر بقى خلاص. فدايما بنقول خلي اللبن او العصاير الفريش اللي هتعملها في البيت تكون اخر النهار او بعد الوجبه، علشان خاطر ما تقفلش الشهيه وترجع تشتكي ان الطفل ليه مش بياكل. خلاص. اه. هيجي لك آه، سؤال يا استاذه رانيا عن كمان الشهيه يعني. عايزه اقول لحضرتك على حاجه في خصوص الحليب بعد السنه. طبعا هو الحليب بيسد الشهيه، فمن بدايل الحليب اللي بتحفز الشهيه الرايب، هي نفس القيمه الغذائيه، نفس القيمه من الكالسيوم اللي انا هاخدها، بس انا هاخد ميزه معاه ان انا ده يعني الالبان المخمره بتساعد على حركة الهضم، فهي بتساعد على تحفيز الشهية. فلو الطفل رافض الحليب، بالعكس انا من مصلحتي اديله زبادي او رايب مثلا، هيحفزه الشهية اكتر من من الحليب بشكله المعروف. والحليب البلدي الغلي لوحده مش كفاية عشان نعقمه. يعني هو ليه طريقة بسطرة في البيت، هي مش طريقة صعبة، بس بتضمن ان الحليب ما يكونش ملوث، لان الحليب من اكتر الحليب والبيض الني من اكتر الحاجات اللي بتعمل بتخلي الطفل عرضة للتسمم، يعني حتى ممنوعين للحوامل كمان مش بس الاطفال.